عمرك ما هتعملي كيك البرتقال تاني غير بالطريقة دي. مكون سحري معانا هيغير قاعدة كيك البرتقال لكل عشاق كيكة البرتقال. وبما اننا في الشتاء يبقى لازم كيكة البرتقال اساسية معانا، وبمكونات سهلة وبسيطة هتعمليها في 5 دقايق وهتبقى جاهزة معاكي احلى كيك. واللون بتاعها خطير بجد. في مكون هحطه لكم دلوقتي هتشوفوه معانا. كيك البرتقال بيكون بلون، اللي هيعمله مرة مش هيبطل ان هو يعمله، مش هيعمل كيك البرتقال تاني غير بالطريقة دي. الكيك بتكون هشة معاكي وطرية وجميلة قوي، والمسام بتاعها بتكون مظبوطة، الارتفاع بتاعها حلو قوي، السوا بتاعها مظبوط. احلى واجمل طريقة للكيكي وكيكة البرتقال. هتعمليها مش هتبطلي ان تعمليها من جمالها وحلاوتها ومن ريحتها واللون بتاعها الخطير. يلا نبدأ بقى نقول المقادير بتاعتها ايه. هجيب خلاط واجيب معايا بيضتين اتنين بدرجة حرارة المطبخ وعليهم كوباية سكر، وهنزل عليهم بكوباية من عصير برتقال وكوباية الا ربع من الزيت، ومعايا معلقة كبيرة بشر برتقان، بس ما تاخديش الجزء الابيض في البرتقان، احنا بناخد البشر البرتقانة من بره بس. المكون الرهيب اللي هيخلي الكيك فوق الطبيعي رهيب. قشر معايا واحدة بس من قشر يوستفندي. قشر يوستفندي ما تقلقيش مش هيمرر معاكي الكيك خالص، هيدي لون للكيك رهيب. هيفرق معاكي قوي في لونها. معلقة كبيرة خل، هحط باكت بس واحد من فانيليا، ورقة فانيليا واحدة بس، لان انا كفاية معايا الخل وريحة البرتقان وريحة اليوستفندي هتبقى رهيبة. اجيب بقى جماد الجافة، هبدأ ان انا اجيب كوبايتين اتنين من الدقيق هنخلهم، وهنزل عليهم بقى باكت كيك شيف، طبعا كيك كينج اي كيك. احط باكت كيك شيف، واحط بقى معلقتين كبار من النشا. النشا بيفرق قوي قوي، بيدي طراوه تحفه للكيك، بيخلي الكيك حلو قوي. وشعره بسيطه قوي قوي من الملح، بين ديكي كده حاجه بسيطه من الملح. هقلب بقى المكونات الجافه، وهبدأ بقى اجيب المكونات اللي انا عملتها في الخلاط وضربتها. اللون بتاع المكون باين، بصوا اللون بتاعها عامل ازاي. هبدأ بقى ان انا اقلبها، مش هبالغ في الضرب بتاعها، هضربها بمضرب اليدوي بسيط خالص، واكون مشغله الفرن على درجه حراره 180 قبل ما ابدا في عمل الكيك في 10 دقايق. الكيك معانا بيكون جاهزه بعد 10 دقايق، هيكون الفرن معايا دافي. اهو الكيك بتاعي مظبوط اهو، لا تقيل أوي ولا خفيف. لو القوام معاكي خفيف هتبداي ان انت تحطي معلقتين دقيق. هجيب بقى قطع زبده صغيره هبطن بيها الصينيه، لو مش متاح عندك زبده هتعمليها بحته سمنه صغيره، بس الزبده بتدي معايا تست للكيك حلو قوي قوي. وبيبان الفرق لما باجي اقلب الكيك، بيدي لمعه لظهر الكيك خطيره، وبيسهل معايا قوي ان انا اقلبها. مش متاح قطعة الزبدة الصغيرة اللي بطنتي بيها الصينية، ممكن تحطي حتة سمنة صغيرة. هبدأ بقى ان انا اظبط الكيك بتاعي في الصينية واخبطها خبطتين اتنين كده، اطلع منها فرغ منها فقاعات الهواء اللي بتبقى فيها، وهدخلها الفرن تلت ساعة نص ساعة بالكتير. الكيك بتاعتي كانت جاهزة، طلعت معايا اهي زي ما انتوا شايفين الجمال بتاعها. انا بدأت ان انا اقلبها بقى عشان اقطعها معاكم واوريكم اللون بتاعها. قبل بقى ما تشوفوا اللون بتاعها ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة وتعملوا متابعة وتحطوا لايك للكيك الرهيب ده. اللي هيجرب مرة الكيك البرتقال بقشر الاستفندي مش هيبطل يعمله بالطريقة دي. الريحة بتاعته بتكون جايبة لآخر الدنيا، بجد بيفرق قوي قوي، بيدي ريحة حلوة قوي، ما بيمررش معاكي الكيك خالص، وبيدي لون للكيك. اللون خطير. اللون لو انتي ضايفة لون من ألوان الطعام مش هيديكي الجمال اللون ده. يعني لو انتي حاطه على الكيك لون من الوان الطعام برضو مش هيديكي اللون الجمال ده. قشر واستفندي فارق قوي 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 معايا في وصفه الكيك البرتقال ده. اللي هيجربه مش هيعمل الكيك غير بالطريقه دي. زي ما انتوا شايفين الجمال بتاعها. لو انتي انا حطاها في صينيه كبيره، لو انتوا عايزين تقللوا شويه في المقاس بتاع الصينيه هتطلع مرتفعه معاكم عن كده. الكيك طري قوي والمسام بتاعته جميله قوي، مظبوط. معلقتين النشا بجد بيفرقوا قوي معاكي في طراوه الكيك. ريحه الكيك قلب الدنيا، وطعم الكيك بيكون جميل قوي. جربوها وهتعجبكم وهتفرق معاكم قوي. الكيكه بتاعتي السكر بتاعها بيكون مظبوط، ما كتريش السكر عشان خاطر ما تبداش ان هي تلزق. الناس اللي بتشتكي من تلزيق الكيك من الوش، زي ما انتوا شايفين كيك مظبوط هي من فوق الوش مش بتلزق ولا حاجه عشان السكر بتاعي مظبوط. يلا جربوها وحطوا اللايك، ما تنسوش تعملوا اللايك، واللي مش عامل متابعه يعمل متابعه.